كان شيخنا الشيخ مقبل بعد رجوعه إلى مصر بدأ يشتهر في اليمن، صار له صيت وسمعة، والعلم له يعني نوره، ففرض نفسه على المجتمع اليمني، اقتنع به كثير من الناس، وكثير ممن كانوا من اليمنيين الشيعة تحولوا إلى يمنيين سنة بسبب دعوة الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، برغم أنه رجل مسالم. المهم، فلما سمع به الرئيس علي عبد الله صالح أرسل إليه، قال لابد أن تأتيني. وشيخنا طبعا في منطقة نائية في شمال اليمن، يعني المنطقة التي يعيش فيها الشيخ والتي عشت فيها معه على الحدود اليمنية السعودية، يعني في أقصى الشمال، يعني كانت الحدود السعودية أقرب إلينا من صنعاء، يعني كانت الحدود السعودية أقرب إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء، فنحن كنا على حدود اليمن مع السعودية في أقصى شمال اليمن، محافظة اسمها صعبة، محافظة التي فيها الحوثيون الآن المشهورة هذه. فتسمعون عن الجماعة الحوثية الشيعية التي عملت أكثر من محاولة انقلابية وفشلت، فالشاهد يعني. فأرسل الرئيس علي عبد الله صالح إلى شيخنا إلى صنعاء، سافر الشيخ وقابل، ذهب إلى قصر الرئاسة، فقال له الرئيس علي عبد الله صالح يعني ما الذي تنتقده علينا؟ قال والله الإعلام فيه فساد، والقضاة فيهم رشوة وفساد، أيضا القضاء فيه فساد، وأخذ يعدد له الأماكن المواضع التي فيها فساد في الدولة. فقال له طيب أنا أريد منك أن تأتي إلى صنعاء واختر أنت الوزارة، وزارة الإعلام مثلا أو وزارة الأوقاف، أعينك وزيرا وأنت أصلح. والرئيس علي عبد الله صالح ليس سهلا، مش سهل أبدا، مش سهل، من الدهاة، من السياسيين الدهاة، برغم أنه لم ينل قسطا كبيرا من التعليم، انه كان في الجيش يعني زي عسكري. حتى كان رئيس سادات في خطبه، اللي منكم أدرك الرئيس سادات أو سمع خطبه اللي على الإنترنت، قال حتى الشاويش علي بيتكلم، كان يسميه كده، كان بيقول على الرئيس قذافي مجنون ليبيا، ده مجنون ليبيا، وده ايه الشاويش علي، لأنه فعلا لا دخل كلية ولا أي شيء، يعني واحد كان عسكري في الجيش وعمل ايه انقلابا، فترقى من شاويش إلى إيه؟ إلى عقيد، إلى عميد، إلى لواء، إلى يلا. فالشاهد يعني قال لشيخنا أنت تأتي اختر الوزارة التي، وكانت هذه طريقة علي عبد الله صالح حتى مع العلماء، يقول لهم مثلا العلماء يريدون تطبيق الشريعة فيجمعهم علماء الشيعة وعلماء السنة، ويقول لهم اتفقوا على الشريعة التي تريدون مني أن أطبقها وأنا مستعد لتطبيقها إذا اتفقتم. وهو يعرف طبعا أنه لن يتفقوا أبدا، فيقول أولا أنتم اتفقوا ما هي الشريعة، فإذا اتفقتم على شريعة هاتوها وأنا ايه طبق. فالشاهد يعني من كلامي حتى تفهموا شهوة الكراسي، مهم، شهوة الكرسي أشد من شهوة المال. فقال له شيخنا أنا لا أصلح لمثل هذه المناصب، عندي مكتبتي في بلدي خير من الدنيا وما فيها، أنا أجلس وسط كتبي هذا خير من الدنيا وما فيها. وهذا الصنف من العلماء خليل الذي يزهد في المناصب ولا يفكر فيها من أصله، فالعلم أثمن من الملك، أيهما أعلى قيمة؟ العلم. فقال أنا بقائي بين كتبي خير من الدنيا فيه. شاهد. فقال له طيب بما أنك رفضت هذا العرض فكل من يزورني هنا يعني يطلب مني شيئا، يعني اطلب مني ما طلبك، تريد أن أساعدك في شيء، أن أبني لك مثلا مركزا. فالشيخ قال له الحمد لله نحن لسنا محتاجين إلى شيء. قال له اطلب مني أي شيء، شوف يا شيخ مقبل أي شيء يطلبه الناس مني أنا مستعد له إلا هذا، وأشار إلى الكرسي، قال هذا دونه
واضح أن كثيرا من الحكام عنده هذا، إما هذا وإما خلاص، يعني عنده استعداد أن يبيد كل الناس من أجل أن يبقى في الكرسي. قال أما هذا، هكذا نص الشيخ مقبل بالحرف، قال له أما هذا فدونه الرقاب.